ماميز كتير بتسأل أبدأ إزاي تأسيس ابني في الإنجليش. طيب وعشان احنا فاهمين أهمية التأسيس الصح وخصوصا في السنوات الأولى من عمر الطفل ومؤمنين جدا بفكرة إن زمن الحفظ ده خلاص انتهى، دلوقتي وقت الابتكار مع مجموعة فانكس 1 من ايزي انجلش، لأن باختصار شديد احنا عايزين أولادنا تكون بتقرأ بالساوندز، بالأصوات، مش بالليترز، مش بالحروف. اتفقنا؟ يهمك ابنك يتعلم صح، يبقى خلينا ننصحك بالكورس ده، وهو كورس فانكس 1. الكورس بيشتغل على 4 بوينتس أساسية. ايه ال 4 بوينتس دول؟ أول بوينت وهي الليترز، تاني بوينت الشورت فاولز، اللونج فاولز، والدايجرافز. في أول بوينت بيكون تركيزنا ازاي نعلم الطفل الليترز بطريقة صحيحة واكسنت مظبوط. وطبعا مش محتاجين نأكد على أهمية الساوند اوف ذا ليتر اللي أهم بكتير من الليترز. الأصوات بتاعت الليترز أهم بكتير من الليترز ذات نفسها. خلاص طفلي أتقن الليترز والساوند اوف ذا ليتر، نيجي بقى للمرحلة اللي بعد كده وهي ايه؟ وهي الشورت فاولز. الشورت فاولز بتكون عبارة عن مقاطع من consonant vowel consonant. تمام؟ الطفل بيعمل ايه؟ الطفل بيعمل ليه الليترز دي blending، بيعمل لها دمج. خلاص، وبيبدأ الطفل يقرأ الكلمات البسيطة دي زي مثلا hat، fat، rat، mat، sat، وهكذا. المقطع اللي احنا شغالين عليه هنا هو ال AT، at. طيب ابننا بقى تمام في الشورت فاولز وبيعرف يقرا كلمات صغيره، نيجي بقى لللونج فاولز، وده بيكون ليفل اعلى شويه وبيكون الطفل قادر يفهم فيه ان اللونج فاولز هتديني نفس اسم الليتر. ازاي؟ انا عندي مثلا ليتر اسمه A، طيب فعندي مقطع برضو اسمه A و Y ادوني ساوند اسمه A لان دول لونج فاول. فمثلا اقدر اقول ايه؟ hey، سمع ال A، hey، pay، play، tray. عندي letter E والletter E. طيب الاتنين دول مع بعض اللونج فاول ادوني ساوند اسمه E. طيب بالراحة كده زي ما اقول ايه؟ tree، B، 3. سمعت الاي؟ ده long vowel. اخر بوينت معانا وهي digraphs. يعني ايه digraphs؟ يعني 2 letters اتجمعوا مع بعض وطلعوا لي ساوند تاني خالص عن ال 2 letters دول. ولازم طبعا اطفالي يكونوا عارفين الفرق ما بين كل ساوند والتاني وبيعرف يفرق ما بينهم. كل ده بتقدمه مجموعة فانكس 1 من ايزي انجلش بشكلين اتنين. اول شكل بيكون عبارة عن فيديوهات شرح مناسبة جدا للاطفال بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ومش بالضروري خالص وجود المامي جنب الطفل. تاني شكل معانا بيكون عبارة عن فلاش كويز تفاعلية، يعني الطفل يقدر يكتب ويمسح عليها بمنتهى السهولة. ومش بس كده، كل كلمة ليها صورة بتوضح معناها. وما تنسوش تسألوا عن عروضنا المميزة للمدرسات واصحاب الحضانات واصحاب السناتر.